من البحرين سني. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. اي الله يحفظك. من هي الأمة اللي تدعو إلى الخير؟ في عندي تفسير أمة وسط أفود من تفسير اللي أنت ذكرته. يلا أفود للمسلمين. يلا. طبعا في حسرة على المسلمين، وبعطيك تفسير ثاني اللي هو أمة وسطاء في الموقع الجغرافي، شمالنا أوروبا، يسارنا ويميننا آسيا، وجنوبنا أفريقيا، يسارنا أمريكا. أو احنا قاريين القرآن القدامى اكتشف أمريكا المفروض، لأن شمالنا أوروبا ويميننا شرقينا آسيا وجنوبنا أفريقيا. من يسارنا في الغرب؟ أمريكا. يعني الأمة الوسط اللي هي بين أمريكا وبين منو؟ بين الصين، بين من؟ في الموقع من وجه آخر. لا الأمة اصبر، الأمة الوسط بين أمريكا وبين من؟ شمالنا أوروبا، جنوبنا أفريقيا، يميننا شرقنا آسيا. فلو فكروا المسلمين القدامى في الغرب اكتشفوا أمريكا. أفضل من التفسير. يعني أمريكا كانت، النبي قال أمة وسطا، كانت أمريكا بزمن النبي؟ في زمن النبي وجود أمريكا مو مكتشفة، وجعلناها لا شو في الموقع. يمكن ما فهمت على شرحي، بس في الموقع، لأن القرآن في جوامع الكلم في الموقع. أدري اسمح لي. الله لما قال أمة وسطا، الآن هم الصحابة سألوا النبي قال لهم يعني الأمة الوسط بين أمريكا وبين أفريقيا ولا شو؟ قال لهم ايش فيكم انتم؟ احنا نتكلم عن القرآن والآية. اي أدري. الآية مو نزلت عن النبي يا حبيبي يا ناس، الآية نزلت عن النبي. أمريكا ما كانت موجودة. شلون أنت اكتشفت هذا التفسير الرهيب أن أمة وسطة يعني بين الموقع الفلاني والموقع الفلاني؟ شلون يعني؟ وهي أمريكا ما كانت موجودة. ما كانت موجودة، من كذي المفروض المسلمين يفكرون في ذي الآية في التفسير العلمي للآية. أمريكا كانت موجودة بزمن النبي؟ تفضل سيدنا يقول لك كانت موجودة أمريكا بزمن حياك الله أخونا العزيز، الله يبارك فيك ويحفظك. يعني أنت تقول إنه المقصود بأمة وسط أمريكا، صح؟ أمة وسطاء في الموقع في الكرة الأرضية. وين يعني يا دولة هي الأمة الوسط يا دولة؟ احنا شبه الجزيرة يا السعودية، يعني السعودية الوحي وجعلناكم أمة وسط. أدري يعني الأمة الوسط هي السعودية. إيه لو مفكرين في التفسير. إيه هذا مثل واحد قال له يابا ترى الإسلام الحقيقي موجود وين؟ قال له موجود عندنا بالأرض. قال له وين؟ قال له موجود بالأرض في الشرق الأوسط. قال له وين موجود؟ وين بالشرق الأوسط؟ قال له موجود. قال له وين؟ قال له موجود بالدول الخليج. قال له وين موجود بدول؟ قال له موجود. وين؟ قال له موجود بالسعودية. قال له وين موجود بالسعودية؟ قال له موجود بالسعودية. قال له وين؟ قال له بالقصيم. قال له وين موجود بالقصيم؟ قال له قال لك بيت ابو عمر. هسه الاخ الامه الوسط فرنا هي السعوديه بيت ابو عمر بالقصيم. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اخونا العزيز، القران يقول غير ذلك، تفسير القران يقول غير ذلك. يعني الان هذا احد تفاسير القران. هذا مثلا البحر المديد يقول قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم رأيا. أعدلهم وخيرهم رأيا. طيب كذلك التحرير والتنوير ابن عاشور يقول أوسطهم أعدلهم وخيرهم. وكل المفسرين، السيوطي في الدر المنثور غيره كلهم يقولون
أوسطهم، أو يعني هو خيرهم، يقول هو خيرهم، أوسطهم خيرهم. يعني كذلك جعلناكم أمة وسط، يعني أمة هي خير الأمم، خير الأمم. طيب من هذه هي الأمة التي خير الأمم؟ هل هذه هي الأمة الإسلامية جميعها، أم هنالك أناس معينين من هذه الأمة؟ أناس معينين. الآية الآن موضوع البحث، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة، منكم وليس كل أمة، بعض من الأمة من هذه، فمن هؤلاء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هؤلاء بعض هذه الأمة وليس كل الأمة، فمن هم؟ من هم هؤلاء أخونا؟ طيب أكو جواب؟ تفضل أخونا من البحرين. الصالحين من الأمة. أحسنت، الصالحين من الأمة، يعني ليس كل الأمة. هم يشهدون صحيح. طيب الصالحين من هذه الأمة. طيب ذول الصالحين كيف نعرفهم؟ هل يوجد نص عليهم هؤلاء؟ الصالحين من الأمة في كل زمن شخص صالح، شخص صالح. كيف نعرفهم هؤلاء؟ اسمة القائمة. أخي العزيز، هؤلاء كيف نعرفهم؟ بأي دليل نعرفهم هؤلاء؟ كيف نعرفهم الصالحين؟ كل من يدعي الصلاح يعني يقول أنا ها؟ تعرفهم من تقواهم، من صلاحهم، من شهادة الناس لهم، بعد يشهدون لهم ان هذا شخص تقي. اي وشنو واجب هذا التقي؟ شنو واجبه؟ شو يسوي؟ شخص صالح يدعو للخير دائما، يدعو الناس للصلاح، يدعوهم للفلاح، يدعوهم. احسنت. واحنا شنو واجبنا وياه؟ واجبنا ماذا نفعل معه؟ احنا نحترمه ونطيعه ونسمع منه فقط. هذا الشخص فقط. الحين بس نطيعه. لحظه نطيعه، قلت نطيعه صحيح؟ هذا الشخص اذا كان صالح في كل زمن وفي كل مكان. طيب من هو الان مجموعه الان؟ اعطيني 3 من الصالحين في هذا الزمن يجب علينا ان نطيعهم ونحترمهم. 3 في هذا الزمن من الصالحين. اي في كل مجتمع. يعني عندكم يعطيني 3 الان. لازم الان الله سبحانه وتعالى ما يأمرنا بشيء غير موجود، لابد ان هؤلاء موجودين. اعطينا منهم 3 في هذه الامه الان. كثير، في اكثر من 3. اعطيني 3. عندنا مثلا في السعوديه مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز، تعرفه، شخص صالح وتقي. هذا صالح، شخص صالح. هذا راح مات. ابن عثيمين بعده. اي ابن عثيمين ايضا مات. في كثير من الموجودين الان يعني الان الامه خاليه ما بها صالحين الان. في كثير. اعطيني 3 من هؤلاء الكثير. 3 اعطيتك آل الشيخ مثلا في السعوديه. آل الشيخ اي هذا واحد. هذا شخص واحد. هذا صالح. عندنا يتصل لكم الدكتور مجاهد، هذا من الصالحين. خوش خير ان شاء الله. ويدعو ها؟ واشخاص كثيرين حتى عندكم في العراق. بعدنا ناقصين واحد من الصالحين، بعد من الصالحين كثير. واحد. هسه الان عرفنا ابن عثيمين راح، ابن باز راح، آل الشيخ ودكتور مجاهد، وبعد من الثالث؟ اختار لك واحد من الصالحين. اي اختار لي واحد، اعطيني واحد بعد. من هو؟ عندك مثلا هذا يطلع في الاخ من المغرب، دائما يطلع في السوشيال ميديا. شو اسمه؟ في ها؟ والله ما تذكر اسمه، بس شخص صالح دائما يدعو للخير. اي وين يطلع؟ يعني خلت الامه من الصالحين كثير. الصالحين يعني هذا من الصالحين من المغرب، يا هو ابو بلال عبد القادر منير المغربي. الشخص انا صراحه ما اعرف اسمه، بس يعني يعجبني كلامه
حديثه وممتاز. اخاف ابو عائشه متوافق. الشيخ ابو عائشه ممتاز. الاخ ابو عائشه بعد ممتاز، بس هو يعطيكم فرصه يعني يعني ابو عائشه من الصالحين، من الصالحين، بس عنده بعض النقاط مش صالحه، يعطيكم فرصه الهجوم عليه. لو ساعات مثلا يتكلم على اشياء ثابته مثل الحسين رضي الله عنه، شيء ثابت، هذا شيء ثابت. طيب هذول الصالحين اللي ذكرتهم، يقول لكم كم كلمه يا استاذ هذول الصالحين اللي ذكرتهم انت الان، تقول واجب على الامه ان تحترمهم وتطيعهم، صح؟ قلت هذا؟ يعني شهداء على الناس ممكن يصيروا، لكن هذول واجب على الامه ان تحترم هؤلاء وتطيعهم، صح؟ تطيعهم فيما يرضي الله. يعني هم يفعلون ما لا يرضي الله. شلون صالحين دول صاروا طالحين. اذا يطيعهم فيما يرضي الله، اذا هم يفعلون ما يرضي الله وما لا يرضي الله. شلون صالحين؟ اخونا من البحرين، انت قلت انه ابن باز، انت قلت انه ابن باز وابن عثيمين وما ادري منو قال الان آل الشيخ وقال مجاهد، الدكتور مجاهد. زين، هذول معصومين ولا لا؟ ما في احد معصوم الا النبي. طيب اذا مو معصوم، لا لحظه، اذا مو معصومين هؤلاء يخطئون، صح؟ يخطئون، صح. زين، لما يخطئون مين يصلح لهم؟ يصلح لهم، يردون للقرآن والسنة. من يفهمهم القرآن والسنة؟ من هو بعد في مستواه؟ منو؟ الآن احتاجين اي منو اللي يفهم ابن باز ومجاهد وذولا؟ منو اللي يفهمهم؟ اللي في مستواهم بعد. اي منو؟ طينا بالله اسم يفهم ابن باز، واحد طينا اسمه. والله انا ما اعرف العلماء كلهم. يا انت ما تقول ليش تعرف؟ بالله عليك، يعني الله قال ولتكن منكم امه، ولتكن ابن باز ولا دكتور مجاهد، بالله عليك، يعني انتم عقولكم تشتغل؟ يعني الله قال ولتكن منكم امه، منو؟ ابن باز. ابن باز خلي افهمك فد قضيه، انت من البحرين واحنا ما نريد نخوض في هذا الموضوع. هيئه كبار العلماء تعين بامر ملكي، بمعنى هذا القلم الملك يسويه من كبار العلماء، ومن يشخط عليه يسويه من صغار العلماء. انت تعرف هذا الامر ولا لا؟ يعني الملك يسويه كبير او يسويه صغير. وانا اتحداك الان، اتحداك سواء في بلدك انت وفي البلدان، ان تاتي لهؤلاء ولتكن منكم امه انكروا على ملوكهم، ينكرون عليهم الامور التي يفعلونها. اتحداك، عيب، العالم كشفتكم الان انتم تطبعون وتتحالفون وتفعلون مع الدولة الفلانية اللي تقتل باولادنا. طب هذا يرضي الله؟ وين الخير؟ وين الخير؟ كلكم موقعين. طيب شيخ محمد الملقب، الآن من هي الأمة الوسط ومن هي الأمة التي تدعو إلى الخير؟ تفضل. طبعا حياك الله وشكرا لك. تعقيب بسيط فقط، أن إيران تدعم أرمينيا على الدولة الشيعية، فما زايد علينا. لا إيران ما تدعم. أشوف الآن أخوان إيش سوى الآن؟ إيران تدعم أرمينيا، يعني شنو؟ يعني إحنا ندعم إسرائيل مثل ما إيران تدعم أرمينيا. شفتوا يا أخوان؟ يعني أنت حرامي فأنا أيضا حرامي. هو الآن اعترف، يقر أنهم يدعمون ويطبعون
ينكلون، ما أريد ألفاظ بإخوتنا من فلسطين. ليش؟ يعني يا وعد اللامي إيران تفعل كذا، فإحنا خلينا نطبق. شفت إخواني هذا الاعتراف واضح؟ هذول الله وكيلك، هذول أفراخ الذين يقتلون بأهلنا في فلسطين، الله وكيلك. طيب تفضل أخونا أبو حسن، أنا آسف قطعتك، تفضل شيخنا أبو حسن، أو قبل أبو حسن سيد، تفضل سيد أحمد. مولاي حاج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وتحية طيبة لك وللسيد ميثم الموسوي، حياكم الله. حياكم الله. حجين الغالي، يعني هؤلاء الجماعة، هناك آية في القرآن تقول وإذ، يعني أنا أريد أسأل أبو سلطان قبل لا أتكلم بالآية. أبو سلطان موجود؟ أي نعم موجود. أبو سلطان، أبو سلطان، أبو سلطان، تفضل تفضل تفضل. ما هي مهمة الناس؟ يعني الناس مأمورين بالعبادة، يعني هم الناس إذا صدقوا بالنبي وبالكتاب هذه مهمتهم العبادة، يعني انتهت خلاص، بعد ما عليهم أيضا يعني يعرفون الله ويعرفون الكتاب ويعملون بالأعمال المكلفين بها، هذا هو المطلوب؟ لا لا لا، هناك فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من واجب الناس أن تسمع كلامهم، ألا وهم العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين 24 ساعة قاعدين ينطون دروس، والسيستاني صار له 90 سنة ما طلع ولا مرة على برنامج حد شكلنا، مجرد تمثال. طيب بس لحظة خل أرد عليه أو بس لحظة. شوفوا إخواني، دائما سماحة السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى يستهدف من قبل أبو سلطان ومن ربى أبو سلطان لسبب واحد فقط، صدقوني، وأنا أرجو من كل الأخوة عندما يسمعوا هذا الكلام لا يتضايقوا، لأنه أمر طبيعي الذي يدعو إلى الألفة والمحبة ووحدة الصف وعدم التفرقة لا بد وأن يستهدف. صدقوني، لو أن أبا سلطان لم يتكلم عن المرجعية وعن السيد السيستاني، أنا شخصيا أشك، أقول أنهم مش على حق. ليش؟ لأنه الشجرة المثمرة لابد أن ترمى بالحجر، فأنتم لا تتضايقون. هذه واحدة. اثنين، هو يقول علماؤنا يدرسون، هو ما يدري هذا يفهم أو ما يفهم أن سماحة السيد السيستاني ونجله محمد رضا وكل المراجع يوميا يعطون دروس، لكن مو من النوع اللي مثل جماعتكم الفضائيات والفلل والكذا. يوميا دروس هؤلاء تعطى ويدرسون، يسمى البحث الخارج، دروس الخارج، يوميا يعطون دروس. لكن تبقى أنه الإنسان صحته ما الساعد، صحته ما كذا، فأنت إنسان مفترن، كذبت على سماحة السيد السيستاني. هذه واحدة. اثنين، أنا الكتاب عندي لكن شوي بعيد عني، إذا سيدي يساعدني. يقول إنه ابن باز يدرس الجن. ابن باز أنت تقول يوميا يدرسون. لحظة، أنا مضطر، ما أدري الصوت إذا بالصوت يمنعونها أو لا، مضطر أن أسمعكم وهف، وهو التلميذ البار لابن باز، أن ابن باز يدرس الجن. ابن باز يدرس الجن. كتبت على الشاشة، ابن باز يدرس الجن. اسمعوا اخوان. تدري ان في جني درس على يد
الشيخ ابن باز، والقصة هذه صحيحة من ثقات بحسب ما قرأت أنا. كان في سكن لطلاب كلية الشريعة بالرياض، واللي يدرس فيها الشيخ ابن باز رحمه الله. وكان في هذا السكن 2 من الطلاب، واحد اسمه خالد واللي هو من أصول عربية، والثاني عمر من أصول إفريقية. وفي ليلة من الليالي طلب عمر من خالد إنه يقوم ويسكر الباب. المهم هذه القصة موجودة بصوت، بس أنا ما أقدر أعرضها كاملة، بصوت التلميذ وسائق. الآن السيد عرضها. أحسن سيد، هي مكتوبة أيضا، بس أنا يقول هاي ثاني حجي، هذا الثاني. لا في هذا لما مد إيده سيدنا نعم. الجني مد إيده. إخواني كتبوا ابن باز يدرس الجنسان، ما أقدر أعرضها للحق. نعم هاي بها الجن يحضرون دروس ابن باز، هاي قضية. نعم اي بس ذيك القصه سيدنا هاي اللي القالب اللي مديده وسد الباب ذاك الجني ابو يقول انه واحد اسمه عمر افريقي كان جالس عند ابن باز، واللي ما يصدقني الان على الانترنت يكتب ابن باز يدرس الجن. زين فعمر كان يدرس، فالباب 3.5 أمتار مدري 4 أمتار، فعمر مد ايده 4 أمتار وسد الباب. فاجا قال له اناشدك الله هل انت من الجن ولا من الانس؟ قال له والله يا ابن باز انا من الجن، انا من الجن. قال له بس ارجوك انه ما تذكر ان هذا الامر ان الجن يحضرون دروسي. شوفوا اخواني، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا أيضا هذا موقع أمامكم على الشاشة، موقع ابن باز على الشاشة، ورتكم ويانا موقع ابن باز. هذا أمر آخر. ماذا يقول؟ يقول هذا موقع ابن باز الرسمي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا يا ريت لو تلقى هذا بين ما أنا أقرأ اسمه، هو وهف، أظن وهف فلان بن وهف هو اللي يقول يدرس، نسيت اسمه، وهف القحطاني أو كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طالعتنا بعض الجرائد بأن جنيا قد أسلم على يد سماحتكم، فأرجو التوضيح. الجواب نعم، هذا الخبر صحيح، وقد حكى أبو العباس ابن تيمية إجماع العلماء على إمكان دخول الجن. نعم الخبر صحيح عن إمكان دخول الجن بالإنس. يعني ابن باز، أنا ايش مدريني الآن أنتم جن، والله ما أعرفكم، ايش مدريني ابن باز جني يقول إذا إمكان دخول الجن بالإنس. فأنتم قوم أهل بهتان. وبالمناسبة يوجد قضية أخرى أيضا، أنه جني متزوج من وحدة على أساس أنه كذا، ويقول له واخذوه للمحكمة بالسعودية، موجود اخذوه بالمحكمة وقال ما هو أنا اللي نمت معاها، إنما هذا الجني المتلبس. فأنت الآن تدرسون الجن. هاي خذها ابن أبو سلطان ردا على ما ذكرت عن سماحة السيد السيستاني. حجي قبائل الجن كلها تخاف من ابن باز، التسجيل موجود. هاي يظل يجعر الجني بتودين ابن باز يصيح. حجينا هاي هذا المدعو الشيخ سعد بن وهف القحطاني. الله اكبر، ذاكرتي جيده سيد. الله يعزك حجي. يقول قصه الشيخ عبد العزيز بن باز مع احد طلاب العلم من الجن. هذا في المكتبه الشامله على الويب. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. قصة ذكرها الشيخ سعيد بن وهف القحطاني مع طالب العلم الجني مع الشيخ بن باز، فلننتبه مع من تتكلم يا طالب. يقول أبو عثمان جزاك الله خيرا، إن شاء الله أستمع لها بعد ظهور. انزل جو القصة موجودة في ملف صوتي. إلى أن يقول عندي الصوتي عندك، يا ريت اذا عندك، لان هذه الكلام طويل. هذا الكلام طويل. مال قبائل الجن؟ لا، مال هذا سعيد بن وهف القحطاني.
انا عندي مال قبائل الجن كلها تخاف من ابن باز. لا حول ولا قوة. كل القبائل؟ كل القبائل. نعم. المهم هذه يعني حجة طويلة، هذا الكلام طويل جدا إلى أن يصل للقصة تقريبا 3 صفحات أو 4 صفحات. اللي ذكرت الاسم هو صحيح، هذا الطالب اللي كان يدرس عند طالب الجن اللي كان يدرس عند الشيخ ابن باز. أحسنت سيدنا، الله يرحم والديك دنيا وآخرة. الله فهذا موجود، احنا ما نتكلم إلا بالدليل. وأنا لولا الحقوق كنت خليت الفيديو الآن. هذا أمامكم، بس ما أريد أخليه علشان الصورة، علشان الحقوق إخوان. كان طالبا في الجامعة يقال له عمر من شوفوا إخواني، هذا في غرفة وطولها 6 أمتار، فدخل بعض زملائه عليه في الغرفة فقال له عمر أغلق الباب. فقال له عمر أغلق الباب، طولها 6 أمتار، فقال له عمر أغلق الباب. فغضب عمر ومد يده فطالت إلى الباب. فطالت يد عمر 6 أمتار، فعمر مد يده فأغلق الباب. عمر سوي بعد، اسمع. وكان على بعد 6 أمتار من سرير عمر، فأغلق الباب بيده على هذا البعد، ثم قبض يده إليه، فخافه زملائه وذهبوا إلى الشيخ ابن باز وهو رئيس الجامعة الإسلامية، فأخبروه الخبر، فطلب حضور الطالب عمر، فحضر بين يدي الشيخ، ثم قال له الشيخ: أسألك بالله هل أنت جني أم إنسي؟ فقال عمر: والله يا شيخ إني جني. ابن باز قال له: يابا أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال له: والله أنا جني. هذا ما أريد أطول، بعد الآن موجودة بالصورة والصوت، والشيخ اللي هو كان موجود بالمناسبة اللي السائق أيضا يروي وكذا، فقصة طويلة قصة الجني، واضح؟ فأنتم حتى الجني أنه درستوا، لكن إحنا سماحة السيد السيستاني يدرس بدون الأضواء، لكنكم تنشرون من أجل الشهرة. بارك الله بكم. طيب تفضل سيدنا، سيد أحمد، تفضل سيدنا حتى أخذ التليفون. الله يبارك مولانا. نعم كمل. ذلك أبو سلطان عزيزي، احنا كناس مكلفين، يعني احنا شنو المطلوب من عندنا امام الله سبحانه وتعالى؟ تفضل ابو سلطان. والله يا حاج وحد، بالنسبة لتدريس الجن عندك أكثر من 60 حديث في بحار الأنوار. سيدك إمامك علي يقول: حيلموس طيلموس جيلموس جلعفوس. اقرأ مثل ما احنا وضعنا الآن، مثل ما احنا وضعنا الآن. أنت تريد الآن نتكلم في قضية الجن، والله نحن لها. اقرأ الروايات، وإحنا الآن أمام الناس، أمام البث المباشر، نعلم ماذا نفعل بك. اقرأ، لكن لا تلبس، كنت تقرأ الرواية كاملة. هاي واحدة. 2، شنو إشكالك أنكم الآن مثل ما ثبت عند ابن تيمية؟ يا أخي الكريم يا أبو سلطان، أنتم مشكلتكم ما قارين كتبكم. شوف أنا الآن أغمض عيني وأتكلم. أنت تدري أنه ابن القيم أو في كتاب، إما في كتاب مدارج السالكين أو في كتاب هذا اللي كتاب ابن تيمية، شو يسموه اللي كتب عن ابن تيمية، أن ابن تيمية في مصر يقول كان جني صالح يتمثل بابن تيمية. جني موجود عندي الكتاب، جني صالح يتمثل بابن تيمية. تريد كم موضع من المواضع أنكم تقولون أن الجن يتلبسون ويعيشون ويفعلون معكم؟ كم موقع من المواقع، لكن هذا مو موضوعنا. لكن أنا عندما قلت التدريس رددت عليك بأنه السيد السيستاني أعلى الله مقامه لا يبحث عن الشهرة، إنه صورني وأنا أدرس. أنتم تصورون، لما نصور موجود طلاب السيد وممكن أي إنسان أن يذهب. طيب محمد الملقب بكلمة